صينية زي دي لو أنا هاجيبها من المطعم هتكلفني 700 ريال. ليه 700 ريال؟ لأن النص خروف في المطعم ب700 ريال. طيب ده ربع خروف بس كمية اللحم اللي فيه أكتر وأكتر كتير جدا من كمية اللحمة اللي بيديها لي في نص خروف ب700 ريال. كلفتني كام؟ كلفتني 120 ريال. يلا بينا ناخدكم واحدة واحدة كده في التفاصيل. أول حاجة رحت الماركت جبت كتف خروف، جبت كتف وجبت قطعة من الريش، حوالي كلهم على بعض حوالي 3 كيلو. خلاص كده. انا ليه اخترت الكتف؟ لان لحمته بتبقى اطرى وبتبقى ناعمة شوية عن لحمة الفخدة. الفخدة بتبقى قاسية شوية، اللحم بتاعه بقى قاسي، واحنا يعني بنفضل اللحمة بتاعة الكتف، بتبقى احسن كتير في المندي. زي ما انتم شايفين كده اول حاجة بعملها، جبت اللحمة زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا دلوقتي اغسلها. يعني مش هغسلها غسيل جامد، انا بس ايه هشطفها شطفة سريعة كده. وبعد كده هنبدأ نعمل فيها الحاجات اللي هتخليها معاكي تطلع ممتازة جدا، وأحلى مليون مرة من اللي هتشتريها من بره. والله العظيم على ضمانتي ممتازة. هاخدها اشطفها شطفة سريعة وبعد كده هوريكم هنقطعها ازاي. انا مرضتش اخليه يقطعها لي عشان انا عايزاها تبقى قطع كبيرة زي ما انتوا شايفينها كده. ممكن تقولوا لي اقطعها لكم على قطعتين او ثلاثة على حسب ما انتوا عايزين. لقيت هنا ان هي مش هتدخل في الحلة بتاعتي، انا هعملها في حلة الضغط، بس حلة الضغط الكهرباء، عشان تديني نفس نتيجة المندي الاصلي اللي هو بيتعمل في البرميل تحت الارض. خلاص كده بدأت ان انا افصل الجزئين دول عن بعض عشان اقدر ان انا ادخلها جوه الحلة. بعد ما فصلت الجزئين دول بالشكل ده كده، همسك الجزء اللي فوق ده، هو عامل شويه زي الورك كده بتاع الفرخه، بقوم عامله فيه فتحه من فوق عشان اقدر اتني الكتف بالشكل ده. نيجي بقى للتتبيله بتاعته، تتبيله بسيطه جدا جدا جدا، مفيش فيها اي تعقيد. شويه من الميه، حطيت فيها معلقتين صغيرين من الملح، واحط عليهم ربع معلقه صغيره من لون الزعفران. بس كده المندي لحمته بيبقى فيها ملح بس، ما بيبقاش عليها اي توابل نهائي. يعني لو انتوا شفتوا طريقة المندي الأصلية هتلاقوها بالشكل ده. بعد ما دوبت الملح مع لون الزعفران والمية، هبدأ ان انا اوزعها كده على اللحمة بتاعتي عشان تدينا اللون الأصفر الجميل بتاع المندي. هبدأ ان انا اوزعها وادعكها بالشكل ده كده. ضروري ان انتوا تلبسوا جلافز لان هو بيلون الايد وبيمسك في الايد شوية. يعني انا رغم اني كنت لابسة جلافز بس برضو وصل لايدي وخلى ايدي لونها اصفر طول اليوم. بدأت إن أنا أوزع المية بتاعتي بالملح ولون الزعفران بالشكل ده، وهدعكهم كده من كل ناحية، وبس كده هيبقى اللحمة بتاعتي جاهزة معايا. نيجي بقى لحلة الإنقاذ بتاعتي. الحلة دي بجد اختراع، حلة الضغط الكهرباء دي تحفة 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 بكل المقاييس. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا احط فيها اللحمة بتاعتي، بدأت ان انا ارصها، مش هحط عليها اي مية نهائي. دي ليه؟ عشان هي حلة ضغط كهرباء. انما لو انت هتعمليها في حلة ضغط عادية لازم تحطي مية، لانك انت لو حطيتيها على النار مباشر من غير ما تحطي على اللحمة مية هتلاقي اللحمة بتاعتك اتحرقت. فضروري جدا لو انت هتحطيها على النار تحط لها ميه. لو هتسويها في حلة ضغط زي كده مش هتحطي اي ميه. لو هتسويها في الفرن هتغلفيها كويس وهتحطي في صينيه يعني هتحطيها على شبكه، في صينيه تكون الصينيه اللي تحت فيها ميه، وتغلفيها كويس جدا وتسيبيها لحد ما تستوي تماما. زي ما انتم شايفين كده انا محطتش عليها اي ميه خالص، يا دوب بس حطيت اللحمه وقفلت عليها. هبدأ بقى ان انا دلوقتي اشغل الحله بتاعتي. اقصى برنامج عندي هنا بياخد 25 دقيقه، بس هي اللحمه عشان تستوي وتاخد السوا المظبوط وتطلع دايبه معاكي هنشغلها. اول حاجه شغلت برنامج الحاشي وزودته على 35 دقيقه، هو بيزود لحد 10 دقايق. اول ما بتصفر كده، اول ما ال 35 دقيقه الاولانيين بيخلصوا، بقوم عامله نفس البرنامج تاني. يبقى كده احنا عملنا البرنامج مرتين. خلاص كده. بعد البرنامج التاني ده انا عملته برنامج اللي هو 20 دقيقه، خدت 10 دقايق كمان، يعني هي كده خدت معايا تسويه حوالي ساعه وعشرين دقيقه. خلاص. نيجي بقى للحاجات اللي هنستخدمها على الرز. عندي هنا شويه من الزبيب وكمان شويه من اللوز، حطيت عليهم ميه سخنه عشان نحمرهم مع بعض، ودول اللي هنزين بيهم في الاخر. هركنهم على جنب وخلونا نشوف مع بعض دلوقتي اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت. ده كان عدى عليها زي ما قلت لكم، عملنا البرنامج 35 دقيقة في 35 دقيقة، في 20 دقيقة أخدنا منهم 10 بس، يعني أخد معانا ساعة وعشرين دقيقة. ما شاء الله اللهم بارك، اللحمة طالعة دايبة ومستوية تماما زي ما انتوا شايفين كده. أنا بطلعها بالعافية، يعني مش قادرة أطلعها من كتر ما هي سايبة بعضها ومستوية، بس هو ده التسوية المظبوطة للمندي. شايفين ما شاء الله
العظم سايب اللحم زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى للرز. انا حطيت اللحمه في الفرن وهعمل الرز دلوقتي. حطيت شويه من الزيت، هنزل عليهم بورق لورا وحبهان وفلفل اسود حب وقرنفل وكمان اللومي اللي هو المجفف وعود من القرفه. هبدأ دلوقتي. انا عندي هنا 3 كوبايات من الرز، رز بسمتي، بستخدم رز ابو كاس. هبدأ ان انا اشوحهم مع بعض كده، وبعد كده هضيف عليهم الملح واديله تقلبتين، وابدأ اضيف عليه المية بتاعته. المية بتاعة الرز البسمتي بياخد من كوباية لكوباية ونص على كل كوباية. يعني انا دلوقتي حطيت معايا 3 كوبايات من الرز، حطيت عليهم 4 كوبايات من المية. كمية المية بتختلف على حسب نوع الرز اللي انت بتستخدميه. هسيبه لحد ما يتشرب تماما، وعلى ما يتشرب نكون احنا جهزنا اللوز والزبيب دول. بدأت ان انا حطيت عليهم ليه ميه، عشان اللوز لما بتحط عليه الميه نقدر نقشره بالشكل ده ونفتحه. وكمان الزبيب بينفش معانا كده وبيبقى حلو. هعمل بقى معاكم سلطة دقوس. حطيت عود من الكزبرة وأربع فصوص من الثوم وواحدة فلفل حار أحمر وواحدة فلفل أخضر، وحطيت عليهم كمان طماطماية، وحطيت عصير ليمونة، عصير ليمونة كاملة. والتوابل بتاعتنا هتبقى ملح وكمون. بس كده مش أكتر من كده. دي سلطة الدقوس. هفرمهم مع بعض كويس جدا لحد ما يوصلوا للقوام الناعم اللي أنا هوريهولكوا دلوقتي. هي كده لسه خشنة شوية. هديها تقليبة وبعد كده هفرمها كمان شوية لحد ما توصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده. وده يبقى القوام المظبوط بتاعها بالشكل ده. في الوقت ده زي ما قلت لكم كان الرز بيتشرب، وكمان اللحمة بتاخد لون في الفرن. وهنجهز مع بعض دلوقتي ال- هنجهز مع بعض دلوقتي الحاجات اللي هنرشها عليه، اللي هي الزبيب واللوز. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي استوى. ده كان شوية مية بلون زعفران باقيين معايا من اللحمة، حطيتهم على وش الرز في جنب كده عشان ما يبقاش كله لونه أصفر. أنا عايزة بس شوية صغيرين اللي يبقى لونهم أصفر. حطيت مكعب من الزبدة وعليهم شوية من الزيت. وأول حاجة نزلت بيها هي اللوز. هبدأ إن أنا أشوح فيه كده لحد ما ياخد لون ذهبي حلو، وبعد كده هنزل عليه على طول بالزبيب. الحركة دي مهمة جدا عشان نحمص مع بعض الحاجات دي ويوصلوا معانا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده الرز بتاعنا ما شاء الله كان استوى ومظبوط جدا ولونه حلو قوي. وبدأت إن أنا أوزع عليه اللحمة اللي احنا حمرناها مع بعض في الفرن. وده كده الزبيب واللوز. وبقت أكلتنا جاهزة معانا في أقل وقت ممكن. طعمها حلو جدا، أوفر كتير. أتمنى تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.